اخطر طيارتين بيحاربوا بعض وش لوش في مناورات نسور الحضاره 2026، الجي 16 الصينيه قصاد الرافال المصريه. هل الصين جايه تثبت ان الجي 16 اقوى؟ وايه المعلومات اللي ممكن الصين ترجع بيها من المناورات دي؟ وهل بتستعد للمواجهه مع دوله تانية عندها رافال برضو؟ وايه اللي مصر هتستفيده من المناوره دي؟ صحيح قبل ما اجاوبك اشترك في القناه علشان تعرف كل جديد في عالم التسليح. خليني اكلمك اكتر عن مناورات نسور الحضاره 2026 دي يا صديقي. تبقى النسخه الثانيه من المناورات اللي بدات في مايو السنه اللي فاتت. طب ايه اللي مختلف السنه دي؟ اول حاجه، كل المواقع العسكريه الكبيره تقريبا مهتمه بالطريقه اللي جت بيها الطيارات الصينيه. يعني طياره الجي 16 دي مثلا، واللي في منها عدد كبير بيشارك في المناوره، جت طايره من الصين لمصر في اول مشاركه ليها خارج قاره اسيا، وطارت اكتر من 6000 كيلومتر وعملت عمليات تزود بالوقود في الجو. يعني اتدربت وهي جايه تدريب. طب ليه بقى اختاروا الجي 16 دي بالتحديد؟ علشان تعمل المناورات قصاد الرافال في مصر. الجي 16 دي لو انت خدت بالك كده فيها شبه كبير جدا من السخوي 27 والسخوي 30، وبدات كمشروع تصنيع عسكري ما بين روسيا والصين في بدايه الالفينات، واتعمل ما بينهم اتفاقيه كده ان الصين تاخد النو هاو او تكنولوجيا التصنيع بتاعه الطياره دي علشان تصنعها. طب ليه روسيا سمحت للصين انها تعرف النو هاو بتاع طيارتها؟ ما الاحسن ليها انها تفضل محتكراها عشان الصين تفضل تشتري منها الطياره. كلمه السر يا صديقي هي امريكا، لان لما تشوف الطيارتين دول هتلاقيهم فيهم شبه كبير جدا من الاف 15 الامريكيه، والشبه ده مش في الشكل وبس، لا ده كمان في المهام. تحليلي هنا في النقطه صفر ان المعسكر الشرقي روسيا والصين قال لك احنا نقف جنب بعض علشان نعرف نواجه امريكا، ولازم نتعاون في القصه دي علشان ما نتكلش. طيب مواصفات بقى الجي 16 دي ايه؟ الجي 16 مقاتله متعدده المهام من الجيل الرابع بلس، اقصى مدى ليها بيوصل ل 3200 كيلومتر، وبتقدر تشيل حموله بتوصل ل 12 طن قنابل وذخائر وصواريخ، لدرجه ان بعض العسكريين في الصين بيقولوا عليها شاحنه القنابل، علشان تقريبا بتقدر تشيل زي ما بتشيل قاذفات القنابل الصينيه ال H6K، وكمان بتشيل صواريخ بعيده المدى BL-17 جو. والصاروخ ده اصلا معمول علشان يضرب الاصول الجويه المهمه زي كده طيارات التزود بالوقود وطيارات الانذار المبكر والسيطره. الصاروخ ده بيعتبر ضمن فئه صواريخ اسمها BVR، واللي يعني خلف مدى الرؤيه، بيضرب على مسافه بتوصل ل 400 كيلومتر، وده زي ما بعض المصادر بتقول لان الصين دايما بتخبي قدراتها العسكريه ومش بتكشف عنها بسهوله. كمان الصين قدرت تطور رادار الجي 16 علشان يكتشف الاهداف ويتتبعها. يعني احنا قدام طياره حرب الكترونيه وقاذفه قنابل وكمان طياره مقاتله، يعني 3 في 1، لان في منها اكتر من نسخه واصدار بتحقق لها كل الحاجات دي. ركز بقى في الكلام ده علشان اللي جاي خطير جدا. الصين هتستفيد ازاي من التدريب مع مصر ولما تواجه الوحش الفرنسي رافال؟ الحقيقه في اكتر من سبب في تحليلي هنا في النقطه صفر. اولهم ان الصين عايزه تتاكد من قدرات المقاتله رافال، وده بعد ما طياره صينيه اسمها جي 10 وقعت الرافال خلال معركه الهند وباكستان في شهر مايو السنه اللي فاتت، وتختبر قدرات الرافال القتاليه فعلا. طب هل ده السبب الوحيد؟ لا طبعا. ولو انت متابعني في نقطه صفر فانت المفروض عارف ان في مشاكل ما بين الصين وما بين تايوان، وتقريبا كده الصين بتجهز لحرب جايه بينهم قريب. في تقارير طلعت في سبتمبر 2025 رئيس شركه داسو الفرنسيه إيريك ترابيه واللي بتنتج طياره الرافال قال ايه بقى؟ تايوان مهتمه بالرافال، مع ان قرار بيع الطائره ده بيبقى قرار سياسي مش قرار الشركه لوحدها. تايوان يا صديقي بتسعى انها تحدث اسطولها الجوي لانها عندها طيارات كتير ميراج 2000 انتاج برضه شركه داسو الفرنسيه. يعني في احتماليه كده صفقه جايه مع فرنسا عشان تشتري الرافال. فالصين تعمل ايه؟ تروح لمصر علشان تتدرب على مواجهه محتمله قدام الرافال، وده يبقى اول تدريب عملي ليهم قدام الرافال لو قامت معارك جويه ما بين الصين وما بين تايوان. كل المواقع العسكريه الكبيره تقريبا بتتكلم عن مناورات نسور الحضاره 2026، وازاي الصين بتغامر بخروج الجي 16 بره القاره، لانها في مناورات السنه اللي فاتت شاركت بمقاتله الجي 10 سي بس، لكن المره دي بتشارك بالجي 16 والجي 10 برضه. ولما تواجه الرافال فدي فايده كبيره جدا ليها، علشان الرافال مش مجرد مقاتله وبس، دي مقاتله من الجيل برضه الرابع بلس ومتطوره جدا، وليها فلسفه مختلفه تماما عن فلسفه المقاتلات الصينيه. الهدف من المناوره هو جمع الخبره وازاي الطيار الصيني يتعامل قصاد خصم غربي ويحط نفسه في سيميوليشن لمعركه حقيقيه، وبيضيف له خبرات قتاليه جديده. بس في نقطه اهم، مصر هنا مش مجرد مكان للمناوره. مصر يا صديقي دوله منفتحه على كل دول العالم، وعندها استراتيجيه تسليح بتختلف عن اي دوله على الكوكب، وهو تنويع مصادر التسليح. يعني مثلا في دول بتعتمد على منظومات قتاليه غربيه، اوروبا وامريكا، ودول تانية عندها منظومات قتاليه
صينيه وروسيه، لانك صعب تجمع بينهم بسبب اختلاف انظمه التشغيل. ولان المستحيل ليس مصريا، فاحنا بنشغل الرافال الفرنسيه والاف 16 الامريكيه والميج 29 الروسيه. ومش كده وبس، لا ده احنا بنعمل حاجه انقح من كده، احنا بقى بنوحد كل ده علشان يشتغل وفق المدرسه والعقيده القتاليه المصريه. هبسطها لك، انت عارف زي ايه؟ زي ما تشغل نظام الاندرويد على الايفون كده، او العكس. مصر بقى جايبه الايفون والسامسونج وبتشغلهم بنظام تشغيل مختلف خالص وبتاعنا احنا بس. طب ايه بقى اللي مصر هتكسبه لما الرافال تقابل الجي 16 دي؟ انا هنا برضه هقول لك تحليلي في النقطه صفر. مصر هتكسب خبرات قتاليه جديده من التدريب مع الصين، طيارات مختلفه وتكنولوجيا مختلفه، وزي ما قلت لك كده ان احنا عندنا استراتيجيه تنويع مصادر التسليح. فما تستبعدش يعني ان احنا نكون بنجرب حاجه عند الصين مثلا. وكمان بنلعب لعبه توازن القوه، زي ما بنعمل مناورات النجم الساطع مع امريكا كده، ومناورات تانية مع فرنسا وتركيا وروسيا وغيرهم. فاحنا كمان منفتحين على المعسكر الشرقي زي الصين. ما هو المنافسه ما بين القطبين امريكا والصين مستمره ومكمله لوقت طويل، وعلشان يبقى ليك شخصيه مستقله لازم يبقى ليك علاقات متوازنه مع الاثنين، وده بيحقق لنا نوع من التوازن علشان نخدم على الاهداف السياسيه والعسكريه مع بعض. ولان الحرب الحديثه ما هياش طياره ضد طياره، فالقتال الجوي جزء من شبكه اوسع. يعني المناوره دي مثلا اكيد مشارك فيها رادارات ارضيه وحرب الكترونيه واتصالات وطيارات انذار مبكر. يعني المعارك الجويه شبه ماتش كره القدم كده، ممكن يكون عندك مهاجم ممتاز زي مقاتله رافال مثلا او الجي 16، لكن لو ما فيش حد يباصيله الكوره ويرمي له ثرو مش هيروح ناحيه المرمى ولا يجيب جون. وده اللي بيخليني شايف ان القيمه الحقيقيه من المناوره دي مش مين انتصر على مين ومين تفوق على مين، سواء الجي 16 او الرافال. المناورات الهدف الاصلي منها هو التدريب وتناقل الخبرات. وزاره الدفاع المصريه قالت في بيانها ان التدريب ده بيستهدف توحيد المفاهيم القتاليه وتنفيذ طلعات مشتركه والتدريب على التخطيط واداره اعمال القتال الجوي. لسه الاخبار العسكريه كتير وفي مفاجآت اكتر، بس انت تابعني في النقطه صفر علشان تعرف كل جديد.